السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله النهاردة حبايب قلبي هعمل لكم كده وصفة بالأناناس، بجد هتعجبكم أوي أوي، وعايزة أقول لك يعني هتبقى بالنسبة لك هتدمنيها. بس قبل ما أبدأ الفيديو بتاعي ما تنسيش بقى تصلي على النبي، تقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكمان ما تنسيش تشتركي في القناة وتعملي لايك للفيديو. بصوا بقى حبايب قلبي، زي ما انتوا شايفين ما شاء الله اللهم بارك، طبعا كمية الاناناس اللي انت جايباها طبعا هو دلوقتي مليان السوق، فانت تجيبي الكمية بتاعتك اللي انت عايزاها. طبعا هتقشريه كويس جدا وهتشيلي القلب اللي فيه، وبعد ما تشطفيه هتجيبيه وتقطعيه حلقات زي ما انت شايفة كده، يعني حلقات صغيرة. عايزه اقولك احلى ما في الموضوع ان هي سهله جدا وبسيطه بجد. يعني طبعا احنا دخلنا في حر الصيف، فعايزين حاجه كده ترطب على القلب، ولا تقولي لي بقى ايس كريم ولا مش ايس كريم، لا، سهله جدا وهتعجبك ان شاء الله. بعد كده ما قطعته صغير جبت الطبق بتاعي وحطيته كده في قلبه، وطبعا انا كان معايا كميه فانا عملت منهم اتنين بس، تمام. كان عندي هنا نص كيلو من اللبن الجاموس، هتغليه كويس جدا، وبعد ما تغليه هتحطيه عليه وهو سخن، ما تقلقيش خالص مش هيجراله حاجه. سيبيه بس كده لحد ما يبرد، سيبيه يتنقع كله مع بعضه. فانا حسيت اللي هي الكميه اللي انا حطاها في الاناناس كميه قليله كتيره جدا، فقلت لا انا هقلبه ايه في الطبق علشان بالنسبه لي يبقى براح يعني. حطيت بقى هنا كمية السكر بتاعتك اللي انت عايزاه، ممكن تحط نص كوباية سكر، كوباية الا ربع، مفيش اي مشكلة خالص. بصي بقى عشان يطلع معاكي احلى حاجة هتعمليها في حياتك ما عملتهاش قبل كده، حط على الاناناس مع اتنين من الموز، عايزة اقولك بيوديها في حتة تالتة خالص، وبيبقى طعمه تحفة قوي. جبت يا دوبك اتنين بس اناناس، ما تكتريش، ضربته كويس جدا في الخلاط. عايزه اقولك طعمه تحفه التحفين، جميل جدا وحلو قوي، وطعمه مش زي اي طعم عادي، اكن حاجه انت بتشربيها مختلفه وفي الكافيهات، تمام. طبعا جبت بقى المصفى بتاعتي وابتديت بقى ان انا اصفيه، لان انتوا طبعا عارفين ان الاناناس بتبقى القشره بتاعته او اللحم بتاعه بيبقى عامل شويه، فلازم تصفيه عشان يطلع معاك احلى شوية عصير. تحطوهم في قلب التلاجة بجد هيبقى بالنسبة لك ادمان. جربي كده ان انت تعملي الاناناس وتحط عليه اتنين بس من الموز، مش عايزة تحطي لبن وتحطي مية، مفيش اي مشكلة عادي، حطيه بقى في قلب التلاجة. صب كده شوية، تعالوا بقى نصب لكم شوية كده ونشوف الجمال. صورة الفيديو لحد هنا متنسيش تعملي لايك للفيديو، صلى على النبي. لو عجبتك الوصفة بقى متنسيش تعملي لايك وتدعي لي كده دعوة من قلبك ان ربنا يا رب يرزقنا يا رب دايما الستر والصحة. جبت بقى الايه الصينية بتاعتي وقلت انا هعمل ايه. طبعا يا جماعة انا هقول لك على وصفة جميلة جدا وحلوة قوي هتعجبك. ما تخليش السمك معاكي يدخن. جبت هنا شوية من الردة اللي هي العادية، الردة اللي هي الخشنة، وحطيت على الردة دي شوية كده من الملح يا جماعة. الملح ده بيبقى ملح مبهر، ما تخافيش منه، ما تقلقيش خالص، عايزه اقولك بيخلي طعم السمك معاكي فواح. طب الملح المبهر ده بيبقى عليه ايه؟ بيبقى عليه شويه من الفلفل الاسود، شويه من الكمون، شويه من الكزبره، وشويه من الشطه، كل ده بيبقى موجودين عليه. تحطي بقى كمان في الصاجه بتاعتك اللي انت هتعملي فيها، وتحطيه بقى على البوتاجاز. بصي طريقه سهله جدا جدا للشوي. في ناس بتقولك بقى عشان ده يعني الملح ما بيخلوش ان هو يطلع معاكي دخان كتير. طبعا ما شاء الله اللهم بارك، البوري اصلا معروف ان هو بيبقى مسمن وبينزل السمنه بتاعته لوحده كده. في ناس بشوفها، يعني انا يعني اللي هي بتعمل السمك المشوي على الشوايه بتاعه الفرن، تقول لك عشان ما يطلعش دخان ومش عارفه ايه. على فكره عايزه اقول لك انا جربتها مره واحده وقلت عمري ما انت اعملها تاني. ليه يا جماعه؟ لان اصلا بتحسي ال- الشوايه الميه اللي النار بتاعتها بتبقى ضعيفه، فبتحسي بصي تاكل السمكه كلها اللحم بتاعها في الاخر، تحسي ان فيها عظم كده. لا لا، سبحان الله، مش زي كده ما انت بتشويها على البوتاجاز. اه اي نعم بيبقى فيه إيه دخنة، بس يعني ايه مش دخنة قوي زيادة عن اللزوم. بس بقى بتاكلي احلى سمكية اللهم بارك. عايزه اقولك والله وقعت مني، وقعت مني. جيت اقلب بقى السمكات التانية، بس ما شاء الله اللهم بارك، عايزه اقولك بيبقى جميل. وعلى فكره على البوتاجاز ما بياخدش وقت منك ولا حاجه،
بصوا السمكة وقعت مني اهيت والله، الحمد لله. بس انا هوريها لكم، قلبها ابيض زي البفتة البيضة ما شاء الله، اللهم بارك، جميل. طب انا عايزة بقى اتبل السمكية، بجيب كده راس من الثوم، وانا عايزة السمكية يعني التتبيلة بتاعتي تبقى ناشفة، الملح بتاعي يبقى ناشف. بجيب يعني 5 فصوص كده من الثوم، احط عليها شوية ملح، شوية كمون، وشوية كزبرة، وبدقهم كويس جدا، تطلع معايا بقى بص شوية شطة وشوية بابريكا. الله 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 على الخلطة بتاعت السمك دي، ناشفة بالذات للبورة يا جماعة. عايزة اقولك بتبقى جميلة جدا. بنزل بقى عليها كده شوية من الليمون. اللحم بجد جميل، الله جميل جدا. والتتبيله اللي انا عاملاها، اعملي انت بس للبور كده ايه، الملح بتاعها يبقى ناشف، بجد بيبقى طعمه تحفه جدا. وعايزه اقولك طري، هو طري لوحده. قلت بقى انا عايزه اعمل كده شويه بتنجان جنب السمك كده، بصراحه دي الاكله دي بتبقى جميله جدا. انا هقول لكم على حاجه حلوه قوي يا جماعه للبتنجان، ودايما بعملها على طول باستمرار. ماشي، بجيب البتنجان وبعد ما بتسلقيه، ما بتشويه على النار، ماشي، بتعليله النار، دي اهم حاجه. لان انت لو ما علتلهوش النار هيسود منك، هتيجي تشوفي البتنجانات تبقى ايه، سودا معاك. اول ما يبتدي بقى اللي هو يبقى مشوي معاكي، هتجيبي بقى التتبيله بتاعتنا الجميله، شويه كده من الزيت مع شوية كده من الهريسة بتاعتنا كده اللي عليها شوية من التوم ونقطة بس كده من الخل. الله بيخليلك البتنجان في حتة تانية خالص. وهبتدي بقى اللي انا ايه، زوديله بقى الطماطم وشوية كده من الفلفل الاخضر، وسيبي بقى الكلام ده كله يتسبك مع بعضه، وشوية كده من التوابل، شوية من الفلفل الاسود، وشوية من الكمون والكزبرة، وشوية من الملح بتاعك. عايزة اقولك بتخلي طعمها جميل جدا. كنت عايزة اقول لكم على حاجة يا جماعة، اي حد عنده قناته مفعلة ومش عارف يعمل فيها ايه، ممكن يكلمني، الواتس بتاعي محطوط اصلا في القناة. لان في ناس كتيرة بتقول انا عايزة اتواصل معاكي، بس الرقم فين؟ الرقم في قلب القناة موجود، الرقم بتاعي لو اي حد عايز يتواصل معايا وعنده قناة مفعلة يتواصل معايا. طب لو انت عندك قناتك غير مفعلة وموقفة ربح من زمان جدا جدا، فمش مستفيدة منها ومركونة، فانا يعني ممكن برضو اللي انا اساعدك فيها يعني، و... وهتستفيدي بقى ان شاء الله باذن الله، برضو تواصلي معايا. تمام، بصوا بقى كده بقى خلاص اتسبكت معايا، قشرت البتنجان، وابتديت بقى انزل عليه بقى. عايزه اقولك بقى، ولا تقولي لي مسقعه، ولا تقولي لي بقى بابا، ولا تقولي لي بقى بابا غنوم، ولا الكلام ده خالص. بصي دي كده بقى شويه بتنجان للناس بجد الناس الاكله، الناس اللي هي بتفهم، اللي بتحب دايما الاكله الحرشه المرشه دي، بتبقى طعمها جميل جدا مع شويه عيش كده ما شاء الله، بتبقى جميله، جربيها. عايزه اقولك هتنفعك او هتستفادي منها. لو انت ما عملتيش لايك وما عملتيش اشتراك في القناه، يكفي كده لما تعملي الوصفه شويه كده من الميه، وانت واقفه كده على البوتاجاز كده، تقول الله يبارك لك. والله دي بالدنيا عندي، ودعوه حلوه دي يعني بتمناها من اي حد يدعالي الستر بالصحه. بنزل بقى كده شويه كده ايه من على شويه كده من الليمون. كان في حد دايما يقول ايه، إيه يا جماعة، أهم حاجة الستر يا جماعة، وأهم حاجة الصحة، و10 مليون جنيه. والله العظيم. يعني احنا عايزين الستر والصحة، مش لازم ان احنا ال10 مليون جنيه. تمام. إيه بصوا بقى، إيه ما شاء الله جميلة، جربوها تعجبكم ان شاء الله، مع قرن فلفل اخضر وكده شوية كده من العيش بتاعك. الله الله الله. اشوفكم على خير في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمة الله.